هاي نحكي حكاية العادة. كان يا ما كان في قديم الزمان ثم طفلة حاذقة وحرة مغرومة بوجينتها وديما عاملة جو عليها. الطفلة هذه تعيش وحدها. عدا نهار. ليه ما تعيشش وحدها، تعيش مع عمتها. اي تعيش مع عمتها. اي حاضر عمتي. عادة الطفلة هذية تعيش مع عمتها. عاد نهار في القرية وين تسكن الطفلة، الأمير قال باش يعرس بطفلة اللي تطيب أبن كسكسي. يخي هي فرحت وبدأت تحضر في روحها خاطر عندها ثقة كبيرة في كسكسي سنابل كرتاج. وحتى من عمتها ما عطتهاش الكسكسي العادي، عطاتها كسكسي المغلوط وقلت لها كسكسي هذا قمح كامل وشعير مخلطين، فيه البنة الزمنية وحذاقة الجدود متلاقين. فرحت عاد الطفلة، وبما أنه كسكسي مغلوث كسكسي جدود بتبيعته شطيب عمتها خاطر هي تعرف سر مليح. أما مسكينة قعدت يد على قلبها، يمشيش الأمير يذوق يعرف أن الكسكسي تطيب عمتها مش هي. أميلة خاطر مغلوث تطيب ويستحق الريفة، لازم تفويرتين وفي السقا يدك خفيفة. الحاصل قعدت مفجوعة وجاء الأمير حطت له يسرى الصحن وقلبها باش يخرج من بلاصتو. ذاق الأمير سرح في البنة وعجبه الكسكسي، أما على تلفيتة راسه يراه في مغرفة لوح خارجة من وراء العمة. تفجعت هي مشيش يشلق بها وما عرفتش اش تعمل. يا أخي كشبر الأمير وتغشش ويعمل هكا لا شحذر. ماما يا أخي هذا طعم أيام الزنا. صحيت عايش ولدي. ماما راهو في بالي راهو. بيش نعرف هذا طيبته عمتي. سنابل كرتاج، طعم الأيام الزينة.